انسوا بقى قصة جس النبض والكلام اللي من بعيد لبعيد. احنا دلوقتي في مرحلة يا صابت يا خابت. إسراء وإمران قرروا يقلعوا القفازات، وكل واحد فيهم دلوقتي بيحاول يوجع التاني في مقتله. والسؤال اللي شاغل بال العالم، هي أمريرة هتعرف تفرمل ولا القطر خلاص خرج عن القضبان؟ بص يا سيدي، اللي حصل الساعات اللي فاتت بيقول إن قواعد اللعبة اتغيرت. إمران ما بقتش تكتفي بالتحذير، وإسراء ما بقتش تخاف من الرد. الموضوع دلوقتي ما بقاش مجرد ألعاب نارية في السماء، لا، دي بقت رسائل تقيلة وموجعة هنا، وبتقول أنا هنا ما أقدرش أسكت أكتر من كده. العالم كله حاطط إيده على قلبه من الخناقة الكبيرة، وست الكل أمريرة عمالة تمسك العصاية من النص، عين بتطبطب على إسراء وإيد تانية بتحاول تأدي إمران عشان المركب تمشي وما تغرقش بالكل. خصوصا ان الاسعار والبورصة مش مستحملة حتى عطسة في المنطقة. يا جماعة، احنا في مرحلة عض الاصابع. مين اللي نفسه اطول ومين اللي هيصرخ الاول؟ الحكاية مش مجرد خناقة جيران، دي اعادة ترتيب للمنطقة كلها. فخليكم فايقين ومصحصحين، لان اللي جاي محتاج نفس طويل وعنا وسط راسنا. والله المستعان. سلام.